صباح او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو ده. للي ما يعرفنيش انا ميار الليسي، والنهارده هنتكلم في موضوع في غايه الاهميه. اعمل ايه علشان ما اتاخرش على مدرستي او كليتي او شغلي؟ بصحى بدري بس برضو بنزل متاخر. ايه المشكله بالظبط؟ وايه الستبس اللي احنا نعملها علشان نوصل مرتاحين في ميعادنا من غير ما نبقى بنجري ورا بعض الصبح؟ بس قبل ما ندخل في الموضوع ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان انا واثقه ان الفيديو ده هيعجبكم. وكمان ما تنسوش تعملوا لي فولو على اكونت الانستجرام، هحط اسمه هنا او هنا، ادخلوا اعملوا لي فولو. كتير قوي مننا بيصحوا بدري جدا قبل كليتهم او شغلهم، وبيكون عندهم خطط للصبح يعملوها. هنعمل السندوتشات بتاعتنا الصبح، هكوي مش عارف ايه الصبح، هجهز شنطتي الصبح، ونلاقي ان رغم اننا مثلا صاحيين من الفجر الا اننا الوقت بالنسبه لنا ضيق جدا وما بنلحقش نعمل حاجه. ستيبس اللي نعملها تقلل الضغط علينا شويه وننزل فريش كده ومبسوطين ومخلصين حاجتنا كلها وشكلنا كويس كمان، مش لابسين اي حاجه عشان الوقت ضيق. رقم 1 مهم جدا ان انا اكون محضره الشنطه بتاعتي من بالليل والاوتفيت بتاعي من بالليل. اي حاجه هحطها في الشنطه باستثناء الاكل تتحط من بالليل. هجهز مناديلي، محفظتي، نضارتي، الليب جلوس بتاعي او الروج بتاعي اللي باخده معايا، مفاتيحي، اي حاجه بحطها في شنطتي اجهزها في الشنطه من بالليل علشان ما اخدش وقت الصبح ان انا بجري على التسريحه اخد الكريم، بجري على الترابيزه اللي جنب السرير اخد الهاند فري، باجي هنا اخد مش عارف ايه. لا، اوفر شويه مجهودي الصبح ووقتي واجهز الشنطه بتاعتي بالليل من قبل ما انام. تاني حاجة الاوتفيت بتاعي لو انا مش مستقرة عليه 100%، على الاقل في دماغي ابقى حاطة كذا اوبشن من قبل ما انام. في ناس كتير مش قادرة تاخد الخطوة دي وتجهز لبسها من بالليل. يعني انا مثلا بطلع اللبس بتاعي بحطه على الكرسي بتاع المكتب والبنطلون على المكتب ومش عارف ايه، فخلاص ببقى صاحية الصبح عارفة انا هلبس ايه فمش هاخد فيه وقت. طيب لو انا مش قادرة ان انا اطلع اللبس من بالليل واجهزه واكوي لو في حاجة هتتكوي، على اقل تقدير ابقى مجهزه الحاجه في دماغي. يعني افكر كده واقول مثلا هلبس البلوزه الفلانيه على البنطلون الفلاني على السكارف الفلاني، فخلاص انا الصبح هقوم مش هاخد وقت في التفكير. حيت في مره بقى وانا مش مجهزه من قبل ما انام لبسي ولا في الحقيقه ولا في دماغي، اعمل ايه؟ عملت لكم فيديو قبل كده اعمل ايه لو انا متاخره على الشغل او على الكليه، ايه اللبس اللي انا هلبسه يخليني انجز بسرعه ما اخدش وقت طويل واقعد اقيس في البلوزه دي، لا مش هتنفع، اقيس في البلوزه التانية، لا دي محتاجه مكوى، لا. قلت لكم ستيبس بسيطه في الفيديو ده لو مشينا عليها هتسرع الدنيا معانا شويه ونلبس لبس شكله مش مبهدل ومش وحش بس في نفس الوقت ما ياخدش مننا وقت طويل. ارجعوا للفيديو ده وهحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس برضو علشان توصلوا له بشكل اسرع. 4 وهي اني اجهز بشرتي لليوم من قبلها بالليل. الروتين المسائي بتاعي لازم اعمله بشكل كامل، ما كسلش علشان اصحى الصبح احس ان بشرتي فريش وناعمه وطريه، فلما اجي احط ميك اب احس ان الميك اب من اول مره اتظبط وحاسه ان شكلي حلو. حتى ممكن اصلا استغنى عن برودكتس كتير. قضي وقت طويل في كليتك او في شغلك ولازم تعملي لنفسك كل يوم سندوتشات او لانش بوكس صغيره، فيستحسن تكوني مجهزه الاساسيات بتاعتها في التلاجة من قبلها بيوم. وكمان يستحسن لو تعمليها اسبوعيا، يعني تبقي كل اسبوع كده مجهزه وجبات الاسبوع يا دوب بس على التسخين او على التسويه على البوتاجاز او في الميكروويف، ومش هتاخد منك وقت كبير قوي. تركه صغيره انا بعملها للناس اللي بتركب اسانسير وهي نازله من البيت. انا المكان اللي انا ساكنه فيه 12 دور، فساعات لما باجي نازله بلاقي الاسانسير مثلا في ال12، على ما ينزل لي تحت خالص بكون خلاص عدى وقت وانا متاخره. طب اعمل لما انام؟ بسحب الاسانسير في الدور بتاعي وبسيبه كده كده، انا عارفه ان محدش هيسحبه عشان مفيش حد بينزل الشغل قبلي، انا تقريبا اول واحده بنزل من البيت كله. الصبح الاقي الاسانسير موجود في الدور بتاعي فبنزل على طول، ما باخدش وقت. مش دايما بتظبط، لو حد راجع متاخر قوي هيسحب الاسانسير في الدور بتاعه، بس يعني نوع من انواع توفير الوقت على قدر الامكان عادي. بس كده خلص فيديو النهارده. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك، وتنسوش تعملوا لي برده سبسكرايب، لان ناس كتير قوي بتعمل لايكس وما بتعملوش سبسكرايب فهيفوتكم فيديوهات كتير قوي بنزلها. تنسوش تعملوا لي فولو على اكونت الانستجرام، هحط لكم اسمه هنا او هنا، وتابعوني في الفيديوهات الجايه.